السلام عليكم ورحمة الله يا حبيبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونسمي الله. والنهارده هنعمل إيه؟ هنعمل بوتفور مع بعض بطريقة سهلة وبسيطة، وكل سنة وأنتم طيبين ويعود علينا الأيام بخير يا رب. معايا 3 كوبايات زبدة، معايا كوباية وربع سكر بودر أنا طحناه في البيت بس نخلته نخليه بمصفى كده، ومعايا بيضة كاملة، ومعايا صفار بيضة، ومعانا فانيليا وربع معلقة بيكنج باودر ورشة ملح و6 كوبايات دقيق. مقادير بسيطة خالص. نجيب بقى بولة وحل الكوباية اللي انت هتعايري بيها الزبدة، هتعايري بيها السكر اهي، تعايري بيها الزبدة، تعايري بيها السكر، تعايري بيها الدقيق، مج الشاي يعني. تمام. هناخد الزبدة، لو عايزة تعمليه برضو بسمنة يبقى جميل برضو، يطلع من ايديك زي الفل. نحط السكر ونجيب بقى المضرب، او هنضرب الزبدة وهي السكر نخليهم لونهم كريمي كده. اهو يا حبايبي اهو، بصوا عامل ازاي زي كريم شانتيه كده، ما شاء الله بقى جميل. ما حطيناش البيض، احنا ضربنا الزبده والسكر الاول، ما تحطيش البيض وانت بتضربي ده كده، لا خلي البيض الاخر. هننزل بقى البيض اهوت، نحط بقى الفانيليا، معايا فانيليا سايله، نضرب دول برضو مع بعضهم كده. طب بس البيض كده ما بنبالغش في الضرب قوي لما بنحط البيض، بس كده نضرب بس المضرب. نحط بقى الدقيق، مش هننزل برضو بالدقيق كله، هننزل بنصه. رشة الملح وربع ربع معلقة صغيرة بيكنج باودر، وما بين الصوابع كده رشة الملح. ما تنزليش برضو بالدقيق مرة واحدة، واحدة واحدة كده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اهوت حطيت ال6 كوبايات دقيق، كنت معايا 6 كوبايات دقيق، حطيتهم كلهم بس ما حطيتهمش مرة واحدة، نزلت حبة حبة كده اهو. كانت نقلب بالمعلقة كده بس، ما حطيتش ايديا، بس ما شاء الله هي جميلة اهي. العجينة ولا بتلزق في ايدك ولا حاجة، هي كده خلاص العجينة كويسة ما شاء الله جميلة. نجيب بقى المكنة بتاعة البوتفور، نعمله في المكنة مش في القرطاز. هاخد بس حتة عجينة من ديت واحط عليها معلقتين كاكاو خام بالشكل ده كده، مش نصها ولا حاجة، انا قطعة بس منها اهي. عندي معلقتين كاكاو هما تحطهم لها، خليتها على جنب. اهي طويت كاكاو خلاص فيها كده، عملتها اهيت بس كده، خليتها على جنب. اهي خدت قطعة وحطيتها في المكنة اهيت، وجبت صينية، ما تتهنيش الصينية اي حاجة، اي مادة دهنية اهي. بسم الله. اهي
ندوس بقى على درجة حرارة 150 فرن هادي على الشبكة على الرف اللي في النص اهو. خلصت الصينية اهي ما شاء الله جميلة. الشكل اللي انت عايزاه يعني اعمليه، المكنة فيها اشكال ياما. اوريك الوشاش برضه، الوش ده والوش دوت، اي وش عايزاه تركبيه في المكنة اعملي بيه. الوش ده عجبني ما شاء الله جميلة. احنا قلنا الفرن على درجة حرارة 150 على الرف الوسطاني. وادي البطفور اهو، طلعت اول صينية اهي بالشكل ده اهي ما شاء الله جميلة. هغطس بقى كله بالشكل ده واوريهولك. وادي البطفور اهوت غرزناه ما شاء الله جميل اهوت. زودت شوية كده اهوت، بصوا ما شاء الله جميل ازاي اهي. اشكال يعني اهي. انا عندي شوية فرصمان حطيتهم عليهم ما شاء الله حلو. هبقى ازوق بقى ايه بعدين، زودت حبة صغيرين يعني اهمت ما شاء الله. عاملين كمية حلوة. دول برضو مزوقتوش اهو جميل. جربوه بالطريقة ديت، طريقة سهلة وبسيطة. يلا كل سنة وانتم طيبين واشوفكم على خير يا رب، والسلام عليكم ورحمة الله.